بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من برنامجكم مشجع درجة ثالثة. طبعا انتوا عارفين ان احنا بنتكلم بآراء الجماهير، واحنا بنتكلم كجماهير وفية للنادي الاهلي. طبعا اول حاجة عايز اتكلم عليها مساندة الاهلي والخطيب بالاخص في الفترة ديت، لان احنا في فترة حرجة من عنق زجاجة زي ما بنقول، وان شاء الله هنعدي منها، واحنا كلنا ثقه في ان الاهلي بيعدي مواقف حرجه زي دي كده كتير. و... وفي حاجه كمان عايزين نتكلم عليها، ودي مناشده للكابتن محمود الخطيب. يجب اعاده سيد عبد الحفيظ فورا، لانه احق بالتواجد في كاس العالم من جهد مبذول بذله على سنوات ماضيه، وشغله باين، وده مطلب جماهيري، مش مجرد رأي. ده يعني لو قلنا ان هو فرض عين لازم يكون سيد عبد الحفيظ موجود، ويقود الفريق في المونديال ان شاء الله من الناحية الإدارية. مدير رياضي، مدير كورة، بس لازم يكون موجود ضروري سيد عبد الحفيظ. هو يعني انا بشوفه امتداد للراحل ثابت البطل في موقعه. احنا لما كان برضو الاهلي وقف جه في دروب الفتره اللي او بدايه الالفيه، طبعا جبنا كابتن ثابت البطل، كان ماسك نادي في ليبيا، فجه وعملنا جيل بارقام قياسيه تاريخيه. طيب، وحقيت برضو بعض اللاعبين الكبار في التواجد في كاس العالم. علي معلول ده لازم 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 يكون موجود في كاس العالم، لازم يكون موجود في كاس العالم حتى لو هيلعب 5 دقايق. ده يمكن نقول ان هو شكر لتاريخه من النادي الاهلي، نشكره بايه بالتواجد في كاس العالم. ديانج لازم يكون موجود في كاس العالم. قفشه، السوليه من افضل اللعيبه اللي انا في نظري انا من ارجل اللعيبه اللي جت الاهلي، مش من قبلها الاهلي بس من ارجل اللعيبه اللي جت الاهلي، ولازم الناس دي تكون موجوده في كاس العالم. طيب، المدرب الجديد، اولا المدرب كولر مستر مارسيل كولر، احنا بنشكره على الفتره اللي قضاها معانا، بنشكره على بطولات، كم بطولات، والتاريخ هيذكره بيه، وهيذكر ان هو احرز 11 بطوله مع النادي الاهلي، وده رقم الى حد كبير، رقم عظيم يعني، ومن افضل المدربين اللي جات للنادي الاهلي. ما علينا من السنه اللي فاتت، اللي هيختلف معاه يختلف براحته، بس ده المدرب ده من اول ما جه اول سنه وتاني سنه كان شغال بامتياز، بجهد، بفكر، بتركيز. طبعا السنه الاخيره ديت انا مش عارف ايه الدروب اللي كان حصل، ويمكن دوت يكون مثلا مشكله من الاداره في ان هي ما وفرتلوش المناخ الاستقراري بتواجد سيد عبد الحفيظ برضه في مكانه. تغيير المدير مدراء الكره اللي مسكم في السنتين اللي فاتوا برضه كان يمكن خالد بيبو كان كويس، بس هو طبعا الراجل برضه كان يعني، وكان المفروض سيد عبد الحفيظ يكون موجود. كان المفروض اداره النادي يعني تعمل حاجه زي كده، اللي احنا لحد وقتنا مش عارفين السبب ان سيد عبد الحفيظ يسيب النادي، وده ما ينفعش. يمكن يكون هو ده اللي عمل الدروب في السنه الاخيره. بالنسبه للمدرب الجديد، انا بشوف ان كروش ما ينفعش ان هو يدرب النادي الاهلي. احنا عايزين مدرب يكون شاب عنده طموح عايز يحققه مع نادي كبير، بيوفر له كل السبل وكل الدعم من لعيبه، من اداره، من فلوس، من كافه كل شيء للنجاح. يعني النادي الاهلي تربه خصبه للنجاح. فاحنا لو مدرب جديد انا بميل هو كله بيتكلم على لوزة وبتاع، فما ما علينا يعني على المدرب الألماني. المدرسة الألمانية خطيرة، مدرسة كويسة جدا، منتظمة جدا، وهي من أنسب المدارس اللي ممكن تبقى متناسبة مع النادي الأهلي كرويا. فأنا بشوف إن هو يكون مدرب ألماني أفضل. بشوف إن لو مش ألماني بس سويسري برضه أفضل. وانا مع اداره النادي في اختيار المدرب اللي هي هتشوفه اصلح للنادي الاهلي، لان انا بثق في اداره النادي، بثق في الكابتن محمود الخطيب، بثق في مجلس اداره النادي، وبنديهم كل الدعم
بنقول لهم احنا معاكم، مش هو الدروب اللي هيفرق معانا، مش اللي حصل اللي هيفرق معانا. هو كان غلط مدرب، كان غلط مدرب. ما لعبش كورته، ولو لعب كورته هو كان يعني العب كورتك. ما لعبتش كورتك ليه؟ العب الكرة اللي انت بتلعبها. العب انت. انا كنت طلعت من الشوط الاولاني كسبان حلو، عارف ان الفريق الصن داونز هيضغط عليا، هيضغط عليا بكثافه، فانا كنت افاجئه ازاي؟ احط له ثلاثه قدام، مش هيعرف يتقدم عليا بدفاعه ونص ملعبه عشان يهاجمني. لما الثلاثه يكونوا قدام هيحجزوا دفاعه، هيحجزوا الديفندر بتاعه، هيبقى في عنده ربكه، يبقى انت ربكته. ده كان وجهة نظري، وكان وجهة نظري ان كان غلط اصلا الخطة اللي كان لعب بيها. محدش كان هيقدر يستحمل 180 دقيقة كله دفاع. انت عملت ماشي، ما علينا يعني. هي اللي حصل حصل، وقدر الله ما شاء فعل. واحنا ما عندناش مشكلة في بطولة ضاعت. ياما كتير خدنا بطولات، وياما كتير هناخد بطولات. مش هنبكي على اللبن المسكوب، مش هنعمل زي غيرنا. الأندية اللي أصلا يعني ما تحلمش توصل لنص نهائي إفريقيا ولا نهائي افريقيا، وبيتكلموا ورايحين يشجعوا. ده جماهيرهم بدات تشجع فريق تاني. انت عندك كره للاهلي اكتر من حبك لناديك. ايه الكلام دوت؟ ايه اللي الجماهير تقول لك انا هنشجع؟ لا، احنا ما بنشجعش ولا بيراميدز ولا صن داونز، ما بنشجعش حد. احنا بنشجع الاهلي اللي يكسب بعد الاهلي. طالما الاهلي مش فيها اي حد ياخدها، مش هيشغلنا ان كان بيراميدز صن داونز. هما فرقتين كويسين ولعبوا كوره. بيراميدز لعب ماتش جميل جدا قدام اورلاندو، لعب ماتش يستحق عليه فعلا التاهل. كان عندهم روح واصرار، كان لعبوا كورتهم اللي هم بيلعبوها، ما تفلسفوش في حاجه. المدرب بتاعهم كان واقعي بالنسبه لامكانيات لعيبته. وبرغم ان الفريق اللي قدامه فريق كان يعني انا بشوفه هجوميا افضل من صن داونز كمان. يعني صن داونز فريق منظم وتكتيكي عالي جدا، انما اورلاندو هجوميا كان ايجابي في الهجوم اكتر من صن داونز، انا بشوف كده. بس الفريق المتكامل فعلا هو صن داونز افضل يعني، تكتيكيا وفريق بطولة فعلا هو صن داونز. وهو اتوقع ان هيبقى نهائي كويس بين بيراميدز وصن داونز، زي ما كان نهائي مبكر بين الاهلي وصن داونز. لان انا ما اعتقدش ان ولا بيراميدز ولا اورلاندو يلعبوا في نهائي اكتر من صن داونز والاهلي. ولكن قدر الله ما شاء فعل. احنا مش زعلانين في حاجه، احنا بنساند الاهلي وفي دار الاهلي دايما، وبنساند الكابتن محمود الخطيب، الراجل المحترم القيادي المحترم اللي ما فيش ما اظنش ان في حد يصلح لقياده الاهلي غيره. في كتير من ابناء الاهلي يقودهم، بس طالما هو موجود، اذا حضر الماء بطل يتيمم. انا ما يبقاش عندي الخطيب واشوف حد تاني يدير الكوره.